هو ممكن اللايف ستايل بتاع حياتنا يعني دلوقتي بيفرض علينا ان احنا كلنا بنجري، يعني ان احنا كلنا يعني ايه، بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. صحيح. اللايف ستايل عند كل الناس مظبوط. نمط قاسي شويه، فممكن ده مش بيسمح لنا ان احنا نعمل الحاجه بشكل بيرفكت او بشكل منظم. احنا مش لازم نعملها بيرفكت خالص، احنا النهارده هنلغي البيرفكت. احنا النهارده هنلغي البرفكشن، هنلغيه فعليا. احنا مش لازم نعملها بيرفكت، احنا نعملها يعني على قدر استطاعتنا. وده مش معناه ان احنا هنبقى يعني متكاسلين ولا متخاذلين عن المسؤوليات اللي ورانا، بس مش لازم نعملها بيرفكت. ولو ما عملتهاش بيرفكت اوكي، ممكن اقسمها، اعمل بيبي جولز لنفسي، اوصل لحاجه ورا حاجه. نمط الحياه ده السريع اللي بيجري ده ممكن يخلينا ما نعرفش نستمتع باللحظه. ومن اهم الحاجات اللي في التراحم انك انت تعيش اللحظه، ان انا اعيش اللحظه، ان انا محتاج اعيش اللحظه، اركز كده، اركز في اللحظه اللي انا بعملها. او انا وانت بتاكلي، انا دلوقتي باكل، اجيب نفسي كده وقفشني، انا دلوقتي باكل، ماليش دعوه باللي هيحصل بعدين. انا لو قاعده دلوقتي مع اصحابي، انا اركز جدا في القعده مع اصحابي، عشان نحس فعلا ان احنا بناخد فاصل من الجري ده، لان الجري مستمر. يعني احنا لو متخيلين ان احنا هيحصل لما نجري بقى هنرتاح، لا، عايزه تفضلي تجري، هي في الغالب الحياه كلها هتفضلي تجري، وراكي مسؤوليات، فاحنا بناخد فاصل ونواصل، فاصل ونواصل، وهكذا. هل الشعور بالتقصير بيلازمك أغلب الوقت؟ بتعيش من فترة للتانية أزمة لوم النفس والإحساس بالذنب؟ خليك معانا، ممكن الحلقة دي من بودكاست زي الريشة تكون ليك، لأن النهاردة هيكون معانا أخصائية الصحة النفسية دينا حلمي، واللي هتطرح أفكارها عن الإحساس بالذنب وعلاقته بالسعي للكمال. وبحب أكد طبعا إن مفيش حلقة تغني عن استشارة طبيبك الخاص، وإن دي مجرد محاولات للمشاركة مش أكتر. وفي منصة تبع الأمانة العامة للصحة النفسية بتتيح الاستشارات النفسية بأجر رمزي، هسيبها لكم في الديسكريبشن. لو عجبتكم الحلقة اعملوا شير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وما تنسوش كمان انكم تقدروا تختاروا أبطال وضيوف الحلقات الجاية، أو تكونوا انتم أبطالها لو عندكم قصة حابين تشاركوها. انا مبسوطه جدا ان انتي معايا النهارده. وانا كمان مبسوطه جدا. يمكن احنا ما نعرفش بعض قبل كده، وانا بحب ان ضيوفي يكون في ما بيننا تواصل لفتره قبل ما اعمل معاهم حلقه. بس ان شاء الله حاسه ان الحلقه دي هتبقى مختلفه ان شاء الله، وخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. تمام، يلا بينا. داليا، انتي استشاري صحه نفسيه وضمن فريق العلاج النفسي بالتراحم، وصاحبه فكره ابجد منتال جيم. انا قلت كده صح؟ مظبوط. ممكن بقى تفهميني كل الحاجات دي، عشان انا مش فاهمه العلاج النفسي بالتراحم ايه الفرق بينه وبين بقيه العلاجات النفسيه، يعني العلاجات النفسيه التانية مش بتبقى رحيمه مثلا؟ اشرحي لي اكتر. طيب خليني اقول الاول انه هو في حاجه اسمها الجمعيه المصريه للعلاج النفسي بالتراحم، طبعا يرأسها دكتور احمد ضبيع، ده طبيب نفسي. في منهج اسمه منهج التواصل دون عنف، اللي هو منهج التراحم. المنهج ده بيستخدم فعلا كجزء من العلاج النفسي، مش لوحده، مع مدارس تانية كتير طبعا، ومع الجزء مثلا لو في احتاجنا علاج دوائي. لكن هو المدرسة دي او المنهج ده بيعتمد على ازاي الانسان يتواصل مع نفسه ويتواصل مع الاخرين، يتواصل مع الحياة والمواقف كلها بطريقة رحيمة، بطريقة حقيقية، ان هو يطلع الحقيقي اللي جواه، ان هو ما يبقاش حاطط لنفسه صورة معينة او قناع معين، يطلع الحاجات الحلوة اللي جواه، ازاي يعبر عنها، وازاي اللي قصاده يستقبلها، وازاي يطلب ده. ده فكرة المنهج يعني ببساطة شديدة طبعا. يعني موضوع الأبجد منتال جيم، أبجد منتال جيم ده فكرته جزء رئيسي في تنمية المهارات الحياتية، ازاي الواحد يعرف ازاي يعمل إدارة لمشاعره، ازاي يرتب أولوياته، ازاي يعرف يحل مشكلات، والذكاءات المتعددة بقى، اللي هي الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، الذكاء المنطقي، ازاي ننميهم سواء عند الأطفال والمراهقين. وكان هدفي فيه يعني ان احنا اللي بنشوفه ساعات بعد كده لما مشاكل الكبار، لو احنا علمنا الصغيرين والمراهقين في رحلتهم في الكبران هيقدروا يتفادوا حاجات كتير. فده من هنا كانت الفكره. دي كانت فكرتك انت؟ دي فكرتي شخصيه، واللي انا بالفعل عملت يعني اسست الفكره، وبقى ليها فريق بقى، وبقى ليها جيش ابجد بقى دلوقتي. بجد؟ دي بقى لها كام سنه؟ من 2018. هايل. طيب خلينا نبدا بالتراحم والعلاج بالتراحم. اديني امثله اكتر عنه، يعني ايه الفرق بينه وبين انواع العلاجات الاخرى؟ طيب خليني اكلمها بشكل ابسط شويه. هو انا مش حابه نقول العلاج بالتراحم، خلينا نتكلم عنه كمنهج عشان نبقى بنتكلم ان اي انسان يقدر يستخدمه. يعني لو ربطنا كلمه العلاج بالتراحم يبقى انا لازم اكون مريض فانا عايزه، طب انا لو مش مريض فانا مش عايزه.
لا هو منهج التراحم، خلينا نتكلم بمعنى اشمل شويه. بمعنى اشمل وحقيقي، اللي هو انا فاطمه تستخدمه ودينا تستخدمه واي حد يستخدمه، مش لازم اربطه بكلمه العلاج عشان ما يبقاش انا عيان فانا عايزه فمش عيان مش عايزه، لا ده منهج حياه فعليا. انا شخصيا اول ما بدات اسمع عن منهج التراحم كده انا بحب التعلم وبحب اتعلم حاجات جديده. فكان دكتور احمد ضبيع لما بيجي مكتبه اسكندريه كان بيجي يتكلم عن المنهج، فكان عندي فضول يعني ابدا اسمع عنه. يعني قبل كده كمان كان عباره عن بوست كده على الفيسبوك كده بس بقريها يعني، فلفتت نظري جمله كده وهو بيتكلم مره اني مشاعرك مسؤوليتك. نعم، ايه مشاعرك مسؤوليتك؟ يعني عارفين طبعا مشاعرنا مسؤوليتنا، بس ايه يعني؟ لا، ان لما يحصل موقف ويبدا يضايقك انت المسؤول. فالجمله استفزتني شويه وبعدين اول ما سمعت الجمله ما خضتني انا شخصيا. يعني انا عارفه دايما احنا من حقنا نعبر عن مشاعرنا، بس دايما بنقول ايه لما يحصل لك موقف معين انت بتحس بكذا عشان اللي قصاد ضايقك، اللي قصادك استفزك، عمل موقف ما ينفعش يعمله. فالاول لما بدات قلت لا انا مش هتعلم الموضوع ده، لاني هو انا يحصل معايا موقف وبعدين الشخص ده يضايقني وارجع بعد كده انا مسؤوله عن مشاعري اللي انا مش لعبه. فاكره كويس جدا ان انا قلت الكلمه دي. بعد كده لما بنفهم اكتر بقى يعني نقدر نقول بقى كده دخلنا غطس عميق في الموضوع المنهج ده، تكتشفي انه معنى كلمه مشاعرك مسؤوليتك ان انت ازاي تعرف تديرها. مش معنى كده ان انت المسؤول انك تغضب، انت كنت المفروض ما تغضبش، لا انا من حقي اغضب بس هتعلم ازاي ادير مشاعري دي، من حقي اخاف بس هتعلم ازاي اعبر عن خوفي ده صح، وهفهم بقى الاحتياجات اللي وراها. ودي كانت لغه جديده بالنسبه لي وفرق كتير جدا معايا انا شخصيا في حياتي، انا بقى شخصيا مع معاملاتي مع اولادي مع اصحابي، فرق جدا معايا. يعني كنتي بتمر مثلا بظرف معين وده اللي خلاكي تعرفي اكتر او تقري اكتر في الموضوع ده؟ اولا هو شغفي وفضولي ان انا اتعلم، يعني انا بحب جدا اتعلم، بس اكتر حاجه كانت لافته نظري فكره ان هو دايما كان مربوط ان التراحم فيه قوه وحريه. انا بعشق القوه والحريه، بحب جدا قيمه ان اكون حره واكون قويه. طب ماشي، ها يعني ايه فكره؟ يعني كانت مربوطه عندي الاول كلمه التراحم في حته ان انا ايه اسامح بقى يا عم، خلاص فاطمه عملت لي حاجه يلا بقى عفى الله عما سلف. ما طلعتش دي. طلع معنى ان انا ابقى فاهمه كويس جدا هو انا في الموقف ده المفروض اعمل ايه واتصرف ازاي. يعني مثلا لما فاطمه عملت كده، لو دخلتي مثلا دلوقتي وسلمتي على كل الناس بالاحضان وكده وجيتي عندي وقلتي لي هاي دينا عامله ايه، فانا اقعد اقول فاطمه مطنشاني ما عبرتنيش. الصوت اللي طالع جواه ده صوت عنيف، انا مسؤوله ان انا افهمه. فبدات اخد بالي هو الصوت اللي بيطلع جوه ده وراه ايه؟ وراه احتياج عندي انا للتقدير والشوفان. طب هو انا مش متقدره؟ هو انا ايه اللي خلاني اخدت موقف اللي عملته فاطمه ده على اني انا مش متقدره؟ بالعكس، هي مش شرط تكون قصده ما تقدرنيش. فبدات افهم حاجات كتير جمل بنقولها عن نفسنا، فبدات كاني بشتغل على الاحتياجات قوي. كل واحد فينا عنده احتياج، حد بيبقى محتاج التقدير بزياده، فبدات اعرف ايه اكتر حاجه بتضايقني في المواقف واشتغل عليها. حته التقدير، طب حته الامان، طب حته الاهتمام، واعمل حاجات كتير جدا وكاني انا عماله املى الكوبايات دي مع نفسي. وده فرق معايا شويه في حته ان انا كنت طول الوقت حاطه على نفسي حته ان انا لازم اكون مسؤوله ولازم اعمل اللي عليا. فكر اللازم ده كان عندي دايما طول الوقت، ان لازم اعمل الحاجه ما اتعملتش يعني كما يجب يبقى انا كده ما عملتهاش. لا، فرق معايا جدا التراحم اللي حررني من ده، خلينا نشوف الحاجه على حقيقتها زي ما بيقولوا. طيب ازاي الانسان يتخلص فعلا من فكره ان انا لازم يكون يعني اكون في احسن حالاتي، لازم اكون شكلي حلو، ولازم اودي العيال التمارين، ولازم ارضي جوزي، ولازم اعمل الاكل، ولازم اشتغل؟ يعني ازاي ارضى عن نفسي او املى الكوبايات على حد يعني قولك، ازاي املى الكوبايات بنفسي؟ ما استناش ان حد يقول لي برافو، ما استناش ان حد يقول لي فعلا شكلك حلو، ما استناش التقدير من الاخر. طيب هو خلي بالك احنا برضو هنبقى عايزين نسمع الكلمه الحلوه. يعني يعني انا مش معنى يعني مثلا انا دلوقتي الكوبايه بتاعه التقدير بتاعتي دي انا محتاجه ابقى عارفه ان انا بملاها بحاجات. يعني انا لما انا اعمل حاجه حلوه في بيتي، اعمل حاجه في شغلي، انا اقدر المجهود ده، انا اقول لنفسي ده. احنا ما كناش بنعمل ده في الغالب، يعني فكره لا ما هو لازم هو يقول لي، لا انا ممكن اقدر نفسي واقول اكتب. ده انا دايما بقول يا جماعه في الدايري بتاعتك اكتبي انا النهارده عملت 1 2 3. ما يمكن يعني انا مثلا بقول لنفسي ما ده مش كفايه. لا، ما هو ده بقى هي دي اول حاجه بقى بتاعه التراحم في المنهج، ان انت ازاي تبقى رحيم مع نفسك. وانت رحيم مع نفسك انت بتقول ايه عنيف لنفسك. انا بقول لنفسي ان انا لازم اعمل الحاجه دي 100%. طب 90 ما تنفعش؟ ساعات بقول ما تنفعش، لا هي تنفع 90 تتشاف.
بدل ما انا شايف ال10 اللي ناقصين، لا 90 تتشاف و80 تتشاف، فاشوف اللي انا عملته قدر الامكان واديله اهميته. الفكره ان انا لو ما عملتش الحاجه دي ابقى انا مقصر، اشيل بقى كل الاحكام. ودي اكتر حاجه انا حسيت ان فعلا عملت لي حريه في منهج التراحم. ما بقتش اقول على نفسي انت كذا، لا، احول الموقف لملاحظه. بدل ما اقول انت مقصره، اقول انا النهارده مثلا خلصت الشغل في الشغل بتاعي الملفين دول وفاضل لي الملف ده. ما بحكمش على نفسي، واليوم اللي احكم فيه على نفسي يبقى انا عارفه ان انا الستريس ضاغط عليا، القلق ضاغط عليا، مش مرتبه اولوياتي كفايه، فبينبهني لنقطه تانية انا محتاجه اشتغل عليها. فدي اكتر حاجه بيساعد فيها التراحم، واكتر حاجه بيشتغل عليها ان لغه الاحكام هي لغه العنف الاولى. اي حكم بقى انت بتحكمي على نفسك، تقولي على نفسك ايه طول الوقت؟ انا لا، بس دايما ببقى حاسه بالتقصير. مقصر يعني ده حكم؟ يعني دايما بحس ان انا يعني عندي احسن، او انا المفروض ان انا اشتغل على نفسي اكتر، او طب. انا عايزه ابقى اتعلم لحد ما اوصل لدرجه كبيره جدا، يعني يبقى عندي النوليدج، عندي الباور بتاعه النوليدج. جميل. طب ولما توصلي هتحسي انك كفايه؟ اكيد لا، بالذات في حته التعلم. يعني التعلم بيحتاج صبر. انا عارفه انها ملهاش نهايه، بس يمكن الواحد غصب عنه بيبقى عايز يوصل دايما لاحسن حاجه واحسن شكل في وقت قليل. هي دي الفكره بقى، انه دايما اللغه العنيفه او من العنف، الاستعجال ده عنف على نفسنا. لو انا خدت مثلا فاطمه بتقول على نفسها انا مقصره مثلا، انا مقصره، عندك احتياج لايه بقى ورا انا مقصره؟ ايه الاحتياج اللي ورا الحكم ده؟ مش عارفه. هو ده بقى شغل، هو ده الجزء بتاع التواصل دون عنف او جزء التراحم. عندك احتياج مثلا للكفاءه، ده احتياج عندك. يعني ايه احتياج للكفاءه؟ ان انت تحسي ان انت كفء في مكانك في شغلك، ده احتياج. عندك احتياج مثلا للتميز، ده احتياج. هل بقى الكفاءه مش موجوده؟ يعني زيرو مثلا، كوبايه الكفاءه دي فاضيه، ولا لو فاطمه بقى وصت عليها كده بعدل ورحمه هتلاقي فيها حاجات مليانه؟ فبدل ما اقول انا مقصره، اقول لا، انا عملت 1 2 3 4 خلال الشهر ده، خلال الشهرين دول، خلال السنه دي. هو ممكن اللايف ستايل بتاع حياتنا يعني دلوقتي بيفرض علينا ان احنا كلنا بنجري، يعني ان احنا كلنا يعني ايه، بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. صحيح. اللايف ستايل عند كل الناس مظبوط. نمط قاسي شويه. فممكن ده مش بيسمح لنا ان احنا نعمل الحاجه بشكل بيرفكت او بشكل منظم. احنا مش لازم نعملها بيرفكت خالص، احنا النهارده هنلغي البيرفكت. احنا النهارده هنلغي احنا هنلغيه فعليا، احنا مش لازم نعملها بيرفكت، احنا نعملها يعني على قدر استطاعتنا. وده مش معناه ان احنا هنبقى يعني متكاسلين ولا متخاذلين عن المسؤوليات اللي ورانا، بس مش لازم نعملها بيرفكت. ولو ما عملتهاش بيرفكت اوكي، ممكن اقسمها، اعمل بيبي جولز لنفسي، اوصل لحاجه ورا حاجه. نمط الحياه ده السريع اللي بيجري ده ممكن يخلينا ما نعرفش نستمتع باللحظه. ومن اهم الحاجات اللي في التراحم انك انت تعيش اللحظه، ان انا اعيش اللحظه، ان انا محتاج اعيش اللحظه، اركز كده، اركز في اللحظه اللي انا بعملها. او انا وانت بتاكلي، انا دلوقتي باكل، اجيب نفسي كده وقفشني، انا دلوقتي باكل، ماليش دعوه باللي هيحصل بعدين. انا لو قاعده دلوقتي مع اصحابي، انا اركز جدا في القعده مع اصحابي، عشان نحس فعلا ان احنا بناخد فاصل من الجري ده، لان الجري مستمر. يعني احنا لو متخيلين ان احنا هيحصل لما نجري بقى هنرتاح، لا، انت تفضلي تجري. هي في الغالب الحياه كلها هتفضلي تجري، وراكي مسؤوليات، فاحنا بناخد فاصل ونواصل، فاصل ونواصل، وهكذا. طيب يمكن احنا برنامجنا بيركز اكتر على مفاهيم الجمال، او ربط معايير الجمال بتاثيرها على الافراد. وقد ايه ده ممكن يسبب اضطرابات للشخص او ياثر على نفسيته بشكل او باخر. فلو حد عنده مشكله ان هو بيقارن نفسه بالاخر طول الوقت، يا اما هو نفسه ده صوته الداخلي يعني بيقعد يقول له انت المفروض تبقى احسن في كذا، المفروض شكلك تغيره بالطريقه الفلانيه، او الصوت ده خارجي من شريك حياته او حد من اسرته، يعني شخص بيأثر عليه بشكل او باخر وبيقول له كلام سلبي. ازاي يوقف فكره المقارنات؟ طيب، اولا المقارنه فخ، انا بعلمه كده. يعني لو هو جاي لي، انا اول حاجه بقولها له ان المقارنه دي فخ انت واقع فيه. هو بيعتبر من اول اخطاء التفكير. في حاجه اسمها اخطاء التفكير، لما الشخص ده بيبقى انا جيت قلت لك خلي بالك في حفره هنا فاطمه، فانت مش هتعدي عليها. لكن انا لو مش عارف ان دي حفره انا هقع. فبالتالي المقارنه انا بقول له ده فخ، ده حفره من الحفر، انك لو وقعت فيها مش هتطلع، مش هتخلص طول الوقت، هيبقى عينك على اللي جنبك وعمرك ما هتشوف انجازاتك. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في التراحم. ركز في طريقك انت، ركز في انجازاتك انت، مالكش دعوه باللي جنبك. طبعا لو احنا بنتكلم بقى الامهات والاباء وان هم عندهم اطفال لسه بيقولوا بسم الله، ناخد بالنا ان المقارنه حتى لو مع اخواتهم
يعني بص اخوك بيخلصها بسرعه ازاي، بص اختك بتعرف تعمل ازاي. الجمله العاديه الدارجه دي ممكن تخليه حاسس انه بطيء، انه اخوه اشطر منه في كذا، ان اخته احلى مثلا احلى منه في كذا. فبالتالي فكره الافضليه في التربيه بتخليني اقع في فخ المقارنه من غير ما احس. ممكن يولد عنده شعور بالنقص مثلا. طبعا، وهو من هنا، وهو انا شعور النقص ده بسبب ان انا اتقارنت، بسبب ان حد كان طول الوقت بيتميز عني، فانا بالتالي صدقت ان انا قليل. فانا محتاجه اقول اركز عليه هو، يعني دايما اقول يا جماعه هو اخوه بيعرف يعمل 1 2 3 دي بتاعت اخوه، ركز بقى هو بيعمل ايه ومحتاج يتعلم ايه. ممكن يكونوا انماط مختلفين، ده سريع وما شاء الله سلس بيخش من نشاط لنشاط، واحد تاني بطيء وهادي وحذر وبياخد وقته. اوكي، ده مش عنده مشكله سلوكيه وده مش متميز في حاجه، ده نمط وده نمط. فانا محتاجه انا اوقف الرسائل دي، ومحتاجه ان انا اخليه يشوف الحاجات الحلوه اللي فيه، ايه اللي بيعرف يعمله، الحاجات الحلوه اللي عندك. لو عنده مشكله بالفعل احط له ليه حلول. يعني لو حد جاي لي اوفر مثلا ويت، وطلع ان هو مثلا بيلبي الامان عنده بالاكل مثلا، ودي بنلاقيها هو مش جعان ولا حاجه، بنشوفها كتير فعلا. طبعا يعني كتير جدا بيبقى مثلا هو دكتور تغذيه وبعت لنا مثلا حد هو عايز يشتغل على افكاره ومشاعره، هو عامل له نظام بس هو حاسس ان طول الوقت ان الاكل ده اكل عاطفي. فاحنا بنشتغل على ان هو الاكل ده بيلبي لك احتياج ايه. تفتكري احنا ممكن لما بناكل الاكل بيلبي لنا احتياجات نفسيه؟ هو انا قرات كتير عن الموضوع ده، وانا نفسي بستشعره على طول. يعني انا تقريبا مش بجوع اصلا، يعني انا بس باكل لما اكون مبسوطه، او باكل لما اكون محبطه. ايا كان المشاعر، هو ريسبتور واحد بس اللي بيطلع كده، اللي هو اكل. اهو ده بقى هنا اللحظه دي لحظه الوعي، ان انا وعيت ان انا باكل عشان ده كانه طبطبه، يعني اللي هو ده الاكل ده بيطبطب عليا. ما هي الحاجه الوحيده فعلا ما احنا بقى مش عايزينها الوحيده. هو مصطلح كليشيه قوي، بس هو كلنا هتلاقينا احنا كلنا بنقول كده. ما احنا بقى هي دي بالظبط. هي دي بقى ايه طبطب علينا تاني. احنا محتاجين نلاقي تبقي انت واعيه ان انا دلوقتي انا مش رايحه اكل عشان جعانه، انا فعلا محتاجه اطمن، انا محتاجه اتلهي عن الموضوع ده، محتاجه اشغل نفسي باي حاجه تانية عشان ما افكرش. لا، اقفي واقفه مع نفسك وروحي لمصدر تاني غير الاكل. اتكلم بقى، اعمل دايره اكتب مين الناس اللي ممكن اروح لها، حد انا بكتب، حتى لو انا والورقه بتاعتي اكتب مشاعري واكتب احتياجاتي. طب انا محتاجه ايه الفتره دي؟ طب اللي مضايقني ده ايه الحلول؟ في حاجه في ايدي اقدر اعملها، ولا في حاجه مش في ايدي فهاجلها لخطوه تانية؟ مين في دوائر الدعم ينفع الجا له؟ صاحبتي قريبه، اختي، جوزي، مامتي، حد انا بلجا له، حد مختص انا ممكن استشيره. فانا عندي حاجه تانية غير ان انا اروح اغطس في الثلاجه واطلع الاكل واكل، الا لو انا جعانه، دي قصه تانية. هي بتبقى لحظه، ما احنا بتبقى لحظه ما بينك وما بين الثلاجه. ما هي بقى هو وعي. فهو ايه بقى الالارم اللي يخلي الانسان يفتكر انه لا انا مش هعمل كده؟ الوعي انك تبقي واعيه اني انا دلوقتي ده هيلبي عندي احتياج ايه. وعشان كده انا بقول لك هو منهج التراحم. طب ما انا لازم الاقي بديل. بالظبط. وانت ما لقيتيش البديل، لو ما لقيتيش البديل هتفضلي قاعده في الثلاجه. ما بالظبط بقى، الاقي البديل ازاي؟ انت بقى هي دي بقى الفكره. مش معقوله اروح اطلع ورقه وقلم. لا اطلع، لا بالعكس. يعني انا حزينه دلوقتي، او مثلا طب انا حزينه، حد الاكل مش هيعمل حاجه، صدقوني الاكل مش هيعمل اي حاجه. الاكل ما هو عارفه ايه المشكله في اللحظه دي؟ انا اول ما ببقى انا حزينه او زعلانه او متضايقه، حد نرفزني، غضبانه، بطلع بقى اجيب الثلاجه وافضل اكل من غير ما احس. اللحظه دي انت بتعملي روابط جوه دماغك ان الاكل هو اللي هيخفف عنك. هي الفكره انه الانسان مش بيبقى عنده القدره بقى ان هو يعني زي ما بقول لك، هي لحظه بتيجي فخلاص هو بيفقد الشعور باي شيء. هو عايز حاجه تسعده دلوقتي، خلاص. هي الهرمونات اعتقد انها يعني في اقل وادنى مستوياتها. مظبوط. فمش هيقدر بقى ان هو وقتها كده، او ازاي يقدر؟ يعني لو عندك حل قولي، يعني ازاي ان هو يقدر يتغلب على المشاعر دي. طيب خلينا نقول، احنا اتفقنا في الاول كده في اول كلامنا اني انا طول ما انا عايز الكوبايه بتاعتي مثلا، انا عايز ابقى سعيد دلوقتي او عايز اطمن دلوقتي، لو عايزها بشكل معين وبحاجه معينه انا هفضل متشعبط فيها. لكن انا لما اقرر ان الطريقه دي محتاجه يبقى معاها بدايل، هفكر ايه الحاجات الكتير اللي ممكن الجا اليها غير ان انا اكل شوكولاته، غير ان انا اكل اصلا لو انا زعلان او انا قلقان او انا خايف او انا غضبان. فهكتب لسته كبيره جدا من بدايل كتير جدا بتسعدني. كل واحد فينا يفكر في 20 حاجه ممكن يكون بيسببوا له السعاده، يفكر يلجا ليهم، غير ان هو يروح لمصدر الاكل ويبقى الاكل الحاجه الوحيده اللي يقول فيها انا الاكل ده صاحبي الوحيد. عارفه فيلم اكس لارج لما كان عنده لحظه كده الا الاكل، جت لحظه عليه قال ايه؟ انا مش جعان. ليه؟ لانه فك الرابطه اللي بينه وبين الاكل، ان انا طول الوقت انا الاكل ده صاحبي اللي بيطبطب عليا. هو دفع ثمنها، هي حاجه صعبه مش سهله. ما هو لازم بقى
التغيير محتاج مجهود. التغيير مفيش تغيير في الدنيا مفيش في مجهود، وخصوصا ان العاده اللي احنا بنتعود عليها بتبقى حته اصيله من مخنا، ومحتاجه مجهود قوي ومواظبه يوم ورا 2 ورا 3 عشان اقدر اغير ده. ما عنديش مشكله النتيجه امتى خالص، ما تشغلش نفسك بالنتيجه، لكن المهم تعملها كل يوم. يعني لو انا بفكر بطريقه معينه، قرر ان انا اخد بالي من افكاري كل يوم وازاي تبقى ارحم. لو انا ببقى لازم اكل في الساعه الفلانيه الاكله دي الشوكولاتايه دي، لا انا هقرر اعمل بدايل تانية عشان اكسر الرابط ده وادخل رابط جديد. طب هسألك سؤال اخير، ازاي الانسان يعرف ايه اللي بيساعده اصلا؟ يدور. انا اعرف ناس ممكن ما تكتبش انت تقولي 20 لسه فيها 20 حاجه، وده اصعب سؤال على فكره. ولا 3 حاجات حتى. نفكر، كل واحد فينا يفكر ويقعد مع نفسه، ودي ما حدش هيكتشفها غيره. اقعد افكر كده، ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتحسسني بالراحه، ايه الحاجات، ايه الاماكن اللي بروحها بنبسط، ايه الاشياء اللي لما بعملها لوحدي بنبسط، ممكن لوحدي ممكن مع الناس. دي حاجه انت محتاج تعرفها. لو انا مش عارف بالتالي هيبقى ناقصني حاجات كتير. دكتورة دينا بشكرك شكرا جزيلا، أنا وان كمان شاء الله بشكرك. اقابلك في حلقات تانية. ان شاء الله باذن الله. انا انبسطت جدا معاكم. ربنا يخليكي يا حبيبتي.